اعملي بقى الخلطة دي للكبدة حاجة كده اللهم بارك عسل نحل. الريحة يا جماعة الريحة تجنن. هتعملي شوية كبدة تقولي يا أسماء في حياتنا ما أكلنا ولا دقنا ولا عملناها بالجمال ده. يلا كده نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. عايزة أقول لكم التتبيلة دي تنفع للكبدة البلدي أو المستوردة أو كبد وقوانص كمان. الريحة بالتتبيلة بتاعتها والخلطة الخطيرة دي عسل نحل. يلا كده نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. معايا كده كبدة مشكلة. يعني ايه مشكلة؟ كبدة على قطعة من الكوز القلب وكمان قطعة من الدهن على الحلويات. قطعت الكوز القلب مع الدهن والحلويات في طبق والكبدة صافي كده في طبق. معايا هنا في الكبة راس توم وحوالي قرنين او 3 كده من الشطة الحامية. هنعم التوم بالشطة كده الحامية، شطة مش فلفل. خلاص كده معايا زي الفل. هجيب بقى بولة افضي فيها التوم كده بالشطة اللي انا فرمتهم في قلب الكبة. يعني عايزة حامية او باردة براحتك، بس الحامية بتطعم كده الخلطة اكتر. وبعد كده هعصر ليمونتين حلوين كده كبار، وكمان معايا ربع كوباية من الخل، ومعلقة صغيرة مليانة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة مليانة من الكمون، ومعلقة صغيرة مليانة من الملح. هقلب كل ده مع بعضه في القلاية او الجريل. شوية زيت حلوين، وننزل بقى بمعلقة كبيرة مليانة من الخلطة اللي ريحتها تجنن دي. الله على العظمة، ريحتها خطيرة. ننزل بقى بالحلويات وشوية الدهن كده اللي انا مقطعاهم صغيرين، نشوحهم كده ونديهم تحميرة خفيفة. وبعد كده ننزل بالكوز القلب او الكلاوي. ليه؟ بتاخد تسويه شويه عن الكبده. بعد بقى ما الحلويات كده والدهن ده اخد كده لون معايا وتحس ان احمر بسيط، انزل بقى بقطع كوز القلب او الكلاوي ايا كان بقى. انا كان عندي كوز قلب بس ما عنديش كلاوي. شوحتها شويه لحد ما لونها برضو يتغير، بركنها كده على جنب. ونزلت بالكبد. معلش المقطع ده اتقطع من عندي. لو تلاحظوا اهي الدهن بالكوز القلب، وبعد كده نزلت بالجنب التاني الكبد. كله بقى دي كده ميكس على بعضه. وبنزل بقى ببقيه الخلطه. يعني يعتبر اخدت نص جزء الخلطه في الاول والجزء التاني كده ايه في الاخر خالص. مع اخر حاجه بقى كده بصلايه مقطعاها كده جوانح صغيره. ازود بقى شويه فلفل اسمر وشويه كمون، وحسيت ان هي محتاجه رشه ملح كمان اديتها. نقلب كل ده كده مع بعضه تتحمر كده شويه. انزل بقى بقرنين فلفل كده مقطعاه قطع صغيره اخر حاجه قبل ما اطفي عليها بثانيتين، علشان انا عايزه الفلفل ده يبقى فريش كده في قلبها ما يكونش دبل. سيبها كده على النار مفيش دقيقه واحده واطفي النار. الزيت كده تحسوا بصوا لو تلاحظوا الزيت جه على جنب كده بقى واتحمرت كده وريحتها جميله وزهره ما شاء الله. الكبده من الحاجات اللي مش بتاخد تسويه، بتستوي كده على الدخانه. اللي بتاخد تسويه شويه الكلاوي وكوز القلب، وانا سويتهم في الاول كده مع الدهن بقى وشويه الحلويات. واخر حاجه بننزل بقى بايه بالكبده. تاخد تشويحتين كده على النار. لما بتزودي التسويه فيها بتضمر وتنشف. بصوا بقى، عايزه اقول لكم الريحه بتاعت الخلطه تجنن، طعمها كده زي العسل. شايفين بقى الجمال؟ بصوا بقى، هي صراحة حلاوة الكبدة تغمزي كده اللقمة في قلب الزيت بتاعها. يلا جربيها بقى وقولي لي ايه رأيك في الطريقة القمر دي. وزي ما قلت لك تنفع لأي كبد وقوانص، كبد بلدي كبد مستوردة ايا كان. وتست البصلاية في الاخر بيخليها مسكرة عسل نحل. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد في حفظ الرحمن. سلام عليكم.